عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مع بعض فيديو جديد أو حلقة جديدة. هنقدم مع بعض الفراخ المشوية في الفرن زي بتاع المحلات. طبعا يا جماعة الفراخ لها كام طريقة في الشوي، بس النهاردة هنقدم طريقة مع بعض معظمنا بناكلها في المحلات، ودايما بيسأل هي التكة فين بتاعت الفراخ ديت. لما بعملها في البيت ما بتبقاش بنفس الطعم اللي أنا باكلها في المحلات. ده اللي هنشوفه مع بعض دلوقتي. دلوقتي احنا معانا خضار متقطع مكعبات زي كده، ده فلفل على طماطم على بصل، ده اللي هو الثالوث التتبيل الشرقي. ومعانا عجينة التوم زي حضراتكم ما شايفين كده، معانا معلقتين توم مطحونين وثلاث معالق صلصة بوريه أو صلصة برطمانات، وكوباية لبن أو زبادي. يعني لبن أو زبادي، لو زبادي موجود تمام مفيش مشكلة، مفيش هتستعوضها بكوباية لبن زي ديت، وقدها كوباية مية. والتوابل بتاعتنا زي ما حضراتكم شايفين، اي توابل عندنا في البيت مشكله نقدر نستعملها في تتبيل الفراخ، ده زائد الملح طبعا حسب الرغبه. دلوقتي قبل ما نقطع الفراخ مع بعض هنطلع نطحن التتبيله بتاعتنا ديت في الكبه، ونرجع معاكم تاني عشان نشوف هنقطع الفراخ دي ازاي، وازاي هندخلها الفرن وتطلع مستويه زي اللي دلوقتي. رجعنا مع حضراتكم تاني بعد ما ضربنا التتبيله بتاعتنا ونعمناها زي ما حضراتكم شايفين كده في البوله. هنيجي بقى لمرحله تقطيع الفرخه، تقطيع شوايه. الاول هنسمي الله ونقلب الفرخه بالطريقه دي على الظهر. هنيجي في الظهر هنا هنعمل نقسم الفرخه كده نصين زي ما حضراتكم شايفين كده. خلاص قسمناها نصين، هنبتدي ننزل السكينه بتاعتنا كده زي ما حضراتكم شايفين، ونتابع تقطيع زي كده. انفتحت معايا اهيت، هكمل للاخر. هلاقي الفرخه اتفتحت قدامي زي ما حضراتكم شايفين كده. هفتح الصدر، بقت عباره عن نصين زي ما حضراتكم شايفين معايا كده، ده نص وده نص. هنيجي للنص الاول ده بقى قدامنا اهو، نص منفصل تماما عن النص التاني. هنشيل الزياده اللي هي قدام ديت خالص بالطريقه دي اهي. بقى عندنا الكتف والورك. هاجي هنا افتح فتحه في الصدر زي ما حضراتكم شايفين كده اهي اهي بالطريقه ديت. بقى عندنا الصدر مفتوح كده. هقلب تاني الفرخه تاني او نص تاني زي ما حضراتكم شايفين، وابتدي افتح الورك من العظم بتاعه. هاجي اقسم العظمايه اللي ورا ديت، افتحها كده، واجي بالسكينه افتح الورك من جوه زي ما عملنا قبل كده في خالي الورك. اخلي حوالين العظم زي ما حضراتكم شايفين. ادي كده الورك انفتح معايا اهوت، والعظمتين بتوعه باينين كده. خلصنا اول نص بقى بالشكل اللي حضراتكم شايفينه دلوقتي ده. هشيل النص ده واجيب النص التاني اعمله برضو مع حضراتكم عشان تبقوا واخدين بالكم اكتر. طبعا في الرقبه عايزين نسيبها نسيبها، عايزين نشيلها نشيلها زي ما حضراتكم عايزين. قلنا ان ده الصدر اهو وده الورك. هاجي افتح الصدر من فوق بالطريقه ديت كده اهو، واجي عند الورك هفصل العظمه اللي قدام اللي هي ديت، وافتح الورك من العظم زي ما عملنا قبل كده في حلقه الشيش، ان احنا نطلع العظمايه بتاعه الورك تبقى منفصله كده زي ما حضراتكم شايفين. عشان ما اطولش على حضراتكم هرجع بقى معاكم ان شاء الله. هطلع اغسل الفراخ بتاعتي وارجع عشان نتبلها مع بعض ونشوف هنعمل ايه الخطوه اللي بعد كده. تاني بعد ما غسلنا الفراخ هو ده شكلها بعد ما اتغسل. هنحطها بقى في التتبيله وهنسيبها مش اقل من ساعه، وبعد كده نطلع نشويها ان شاء الله. هحطها في التتبيله مع حضراتكم دلوقتي اهوت. هبيتها في التتبيله حوالي ساعه، وبعد ساعه هرجع مع حضراتكم ونشوف هنشويها ازاي بالطريقه اللي هقول لحضراتكم عليها ديت. رجعت مع حضراتكم تاني بعد حوالي ساعه من تتبيل الفراخ. هنبتدي نشيل الفراخ دلوقتي، نحطها او نرصها على الشوايه مع بعض ونشوف هنرصها ازاي. طبعا
الشوايه معانا زي ما حضراتكم شايفين، الفرخه بتبقى بالشكل ده، او النص بتاعنا بيبقى بالشكل ده اهو. ده اول نص. النص التاني برضو هنرصه جنبه بالشكل ده كده. احنا معانا النصين بتاعنا جاهزين يخشوا الفرن عشان يتشووا. دلوقتي هدخلها الفرن ونرجع مع بعض ان شاء الله ونشوف فيها شكل الفراخ بعد ما يطلع من الفرن هيبقى شكله عامل ازاي. ورجعت مع حضراتكم تاني، وده شكل الفراخ المشويه بعد ما طلع من الفرن. طبعا حضراتكم شايفينها مش اقل من اللي احنا بنجيبها من المطاعم او المحلات. اتمنى ان الفيديو بتاع النهارده يكون عجب حضراتكم، وان الفكره اللي قدمتها مع حضراتكم النهارده تكون عجبتكم، وان شاء الله تجربوها بالف هنا وشفا. ولو في اي تعليق ممكن حضراتكم تكتبوه لي في التعليقات، وانا تحت امر حضراتكم في اي استفسار في اي وقت. في نهايه الفيديو بشكر حضراتكم جدا على حسن متابعه القناه بتاعتي والمشاهده، واتمنى دايما ان احنا نكون مع بعض دايما في وصفات جديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.